السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت وطار يكون جميل وممتاز وفيه واحد النغمة يا سلام، ويكون فيه صوت قوي ومجهد، وداك الشيء يكون محترم وكيليق بيا، وبغيت يكون فيه حتى الاسم ديالي جميل جدا. قبل من هذا الشيء هذا غادي نطرحوا عليك واحد المجموعة ديال الأسئلة بسيطة جدا باش نعرفوا لوطار اللي كيواتيك. علاش انت اختاريتي لوطار بالضبط؟ يعني كاين مجموعه ديال الالات ولكن انت اختاريتي لوطار. جاوبتي جميل جدا، مزيان. السؤال الثاني، علاش اختاريتي هاد لوطار وما اختاريتيش هاد لوطار وما اختاريش هاد لوطار؟ بالنسبه لي انا حاليا عندي هاد ثلاثه اللي غادي نخيركم فيهم. اذا باقي كاين لوطارات اخرين، ولكن علاش انت اختاريتي هذا واختاريتي هذا؟ اذا انت اختاريتي لينا واحد النوع من هاد اللوطارات عرفناه مزيان. اذا هنا غادي يتفككوا لينا بعض الخيوط اللي غادي نعرفوا الآلة اللي غادي تواتيك، حيت كاينين شي وحدين بالنسبة ليهم لوطار وهو هادي اللي كيتسموها الباستية، كيقول لها الريال، كل واحد شنو تيقول لها. اذا معروفة. باش نوضحوا اكثر، ها هي في شكل اخر، هي هادي. وكاين واحد النوع اخر بالنسبة ليه لوطار هو هادي، هي هادي اللي معاها هادي، يعني الكواليزور ديالها، يعني فيها هذيك لا سويفتات الى اخره. ولكن هنا هاد الناس هادو راه خاطئين، الله يجازيكم بخير. راه هذا ما عندوش علاقه بلوطار، وهادو ما عندهمش علاقه بلوطار. لوطار وحده في الرادي، وعاد ديك الساعه كيبقى لينا الاختيار. الا كان الاختيار ديالك يا اما هادي يا اما هادي، راك غلط. يعني خاصك تعيد النظر في لوطار قبل ما دير ليه حتى شي حاجه وتعرف لوطار الحقيقي. وديك الساعه ممكن ان شاء الله راه غادي نديروا فيديوهات اخرين على لوطار وكذا وشنو هو لوطار. اذا تحياتي لكم، كان معكم خوكم بن صالح، دكتور الآلات الموسيقيه كما سميتو نتوما، والسلام عليكم.